فعلا بشكل يعني مبسط مع الاستاذ عبد المنعم، لو حطينا نقاط كده، ايه مطالب النوبيين كانت منذ هذا التاريخ اللي بيتكلم عليه الاستاذ اشرف؟ احنا لينا ولا المطالب تغيرت عبر هذا التاريخ؟ مطالبنا ثابته ولم تتغير. وهي حق العوده الاصيله للارض النوبه القديمه. تمام. هذا مطلب رئيسي بجانب بعض المطالب الفرعيه. بعض المطالب الفرعيه هي فصل دائره الانتخابيه لنصر النوبه اللي حاليا هي تبع كومومبو. احنا كان لنا دائره منفصله. امتى؟ من ايام المرحوم رفعت محجوب. خدها وداها الزرقاء. في الزرقاء في دمياط. في دمياط. ومن ذلك الوقت لا يوجد لنا اي ممثل شرعي داخل. ايه خد ايه وداها الزرقاء؟ دائره نصر النوبه. دائره نصر النوبه. وداها الزرقاء على اساس انها تبقى تبع دائره دمياط. ومن ساعتها لا يوجد لنا ممثل شرعي داخل البرلمان يتكلم باسم النوبيين. بتهيألي مطلب شرعي ونواب الكومومبو ما كانوش بيحطوا قضيه النوبه على اجندته. عشان ما ننكرش حد بصراحه، هو الوحيد محمد العمده كان ده اخر نائب. اخر نائب. هو كان ليه مواقف تحسب له يعني مع النوبيين يعني. كويس. فصل الدائره الانتخابيه. فصل الدائره الانتخابيه. وحاليا هي كانت من بعض المطالب هي اقاله محافظ اسوان. ده مطلب وقتي يعني. يعني مطلب وقتي. هو المطلب. خلينا نتكلم عن الثوابت. هي الحق العوده الاصيله ل 44 قريه حوالين بحيره ناصر. اللي تم تهجيرهم مع خزان اسوان. اربع تهجيرات. بنطالب احنا ما بنطالبش الدوله ان احنا حق العوده على اساس ان يبقى طالب ان احنا عايزين نعود حاليا. لا، ادينا قرار رسمي ان كنتوا هتعودوا الى اراضيكم في التاريخ الفلاني. بس ما تسيبنيش بنفس ومنذ ذلك التاريخ يعني ما قبل السادات لم يتم التعامل مع هذه القضيه بجدول زمني. بشكل ايجابي ما فيش. ولا بجدول زمني مثلا ولا بسقف زمني اطلاقا. كلها وعود. كلها وعود. استاذ عصام، في نقطة يعني أنا عايز أتساءل عنها بس خلينا نعديها سريعا، مش عايزين نتوقف عندها. المشكلة دي مشكلة تاريخية زي ما أشار الأستاذ أشرف، وأنها يعني مر عليها سنوات كثيرة منذ ما بعد عبد الناصر يعني. منذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم توجد هناك دوافع خارجية يعني أيقظت هذه المشكلة ونشطتها بين الحين والآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي الاول ان انا اوجه مع عدم التشكيك في اي. لا هو السؤال ده مطروح. سؤال مطروح. لكن هو بيطرح دائما على النوبيين، لكن انا في البدايه عايز اوجه تحيه وتقدير واجلال لشباب النوبه اللي كانوا قاعدين في حديقه الدره قدام محافظه اسوان، واللي كان ليهم الفضل يعني الكبير في ان يصدر بيان من مجلس الوزراء، وده اول مره في تاريخ الحكومات المصريه ان يصدر بيان يعالج القضيه او المشكله، بلاش القضيه نقول يعالج المشكله النوبيه، حتى ولو كان البيان يعني لم يرضي طموح النوبيين، لكن انا بوجه لهم كل تحيه وتقدير. اما عن سؤال حضرتك فزي ما قلت لحضرتك يا دكتور ان المساله مطروحه، ودايما النوبيين بيسالوا وخاصه بعد الثوره بدا يطرح عليهم السؤال ده. احنا فعلا مش عايزين نتوقف عليه لانه سؤال ما ينبغيش ابدا ان هو يوجه للنوبيين، خاصه ان حضرتك قلت في المقدمه النوبيين وهم يعني شعب حضاري عريق كبير جدا طبعا. جزء لا يتجزأ من نسيج الأمة المصرية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن هو يفكر في هذه المسألة، حتى ولو كان هناك مخططات في الدوائر بقى الصهيونية، في الدوائر الأمريكية، في أي دوائر أيا كانت باللعب على الوتر النوبي، لكن هي غير موجودة في ضمائر النوبيين على الإطلاق. يعني مش موجودة أبدا في تفكير هذا التاريخ. عبر دخل على خط المشاكل النوبية دي أي طرف خارجي على الإطلاق. ودايما نقول لحضرتك ان اللي معاه اي دليل يقول ذلك فعليه ان يقدمه. لكن يعني في صحف بالفعل اتكلمت هذه الايام عن انه في يعني اموال دفعت كل ده من هذا القبيل يعني. حتى محافظ اسوان برضو في 10/9 في اخبار اليوم اشار الى المساله ديت، وانا عاتب يعني عتاب اليم عليه وعلى اي مسؤول، لان المسؤول يجب ان هو يكون كلامه يوزن بميزان الذهب او بميزان الذهب. فخطا كبير جدا يقول ان في تمويلات يعني بتبث الى النوبيين علشان
عشان يعملوا هذه المسألة. فهذا الأمر غير موجود على الإطلاق، وعلى من يتكلم بهذا الكلام أن يقدم الدليل. وإحنا أول ناس كجمعية نوبية وكنوبيين هنقف إذا كان في دعم خارجي بيقدم لأي نوبي. لا يعني احنا عايزين نطمئن من هذه النقطة ونتجاوزها سريعا، لأنه كما تعلمون لا يخفى على أحد أنه اللعب على وتر الخلافات الطائفية ليس في مصر فقط ولكن في المنطقة العربية. صحيح. والخلافات أو النزاعات العرقية ده أمر وارد. صحيح. عند كل من لا يريد خيرا لهذا البلد. صحيح. ولكن احنا زي ما بنقول على رأي المحامين البينة على من ادعى. إذا كان في اتهام يورونا إيه الموجود. وأفتكر أن النوبيين هم أول ناس هيحاسبوا وهيعاقبوا الشخص اللي يكون مخالف أو بيتعامل مع أي قضية أي منظمة إذا وجد. أكيد. أستاذ عبد المنعم لك تعليق في هذه المسألة؟ إذا وجد يعني إذا وجد طبعا. إذا تم التوجه. احنا بنقول لو في حاجة زي كده احنا أول ناس هنعاقبه قبل ما القضاء يقول كلمته. بالظبط. لكن إصرار برضو بعض النوبيين على الإبراز المسألة كقضية زي ما حضرتك قلت إن احنا نسميها مشكلة وليست قضية. أيوة. ويعني أعطوا أسماء فيها تمييز للنوبيين عن بقية المصريين. يعني مثلا أنا قدمت حضرتك على أنك نائب رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين. حضرتك استاذ عبد المنعم مدير منتدى صوت النوبة. ليه ده؟ ليه ما بتتكلمش باسم مصر؟ انت مصري في اخر الامر. في اليوم السابع بيتكلم باسم مصر، في صوت المصريين، في صوت شباب اسوان، في صوت يعني الموقع مش حكر عن النوبيين بس زي طاقه او مكان احنا نقدر نطلع طاقتنا فيها. وبالتالي المنتديات النوبيه مش صوت النوبه بس كان ليها عامل مهم جدا في تنشيط القضيه النوبيه او نقول المشكله النوبيه زي ما حضرتك بتقول. من خلال أول نشط نوبي كان الأستاذ حجاج أدول. حجاج أدول الكاتب الكبير. الكاتب الكبير الأستاذ حجاج أدول كان ليه مؤتمر في أمريكا. طلعنا انتقدناه، كل الإعلام المصري طلع انتقدوا إن هو ليه تمويلات خارجية زي ما حضرتك بتقول، أو ليه إن هو بيتكلم أو ليه المشكلة، ليه بيعرض المشكلة بره مصر. لا إحنا كأي قضية نوبية أو كأي مشكلة بندي للناس وجهة نظرنا وبنقول ان احنا يا جماعه ناس لينا حق في مصر. مصر زي ما حضرتك قلت احنا من نسيجها ولا نتجزأ منها. طبعا. لكن اديني حقي زي ما انا ضحيت ب4 تهجيرات لمصر واديتها، اديني انا كمان حقي ورجعني بلدي بدل ما الامر متاح حاليا. ليه تهمشني؟ ليه مش عايز تنفذ لي طلباتي؟ ليه لما انا اقول لك مثلا افصل لي الدائره الانتخابيه تشيلني من الدائره الانتخابيه وما تخليش ممثل بيتكلم باسم النوبيين؟ هو ده المطلب الوحيد. تمام. يعني هي ليست رغبه في التمييز ولكنها أبداً. يعني أبداً. ابراز التنوع في داخل النسيج المصري. بالعكس هذا حتى المجتمعات دايما المتقدمه بتعمل ايه؟ انها بتحافظ على المجموعات الموجوده عندها، اذا كان في مجموعه معينه ولها ثقافه معينه فمن الافضل، ده فخر لمصر انه في عندهم ناس متميزين ولهم ثقافه مميزه معينه او فنون معينه. ايه المانع ان انا احافظ عليهم وابرزهم؟ يعني مش اي مانع. التنوع ده بيدعم الوحده، يعني بالزبط. لما يبقى عندي ثقافه نوبيه وثقافه بحراويه واسكندرانيه طبعا كلنا في النهايه تحت اطار مصر. صحيح بالظبط. كلنا تحت. مين فيكم قابل الدكتور عصام شرف في اللقاء المشهود؟ ايه اللي تم استاذ اشرف؟ هو طبعا اللقاء كان مميز، انه اول مره يحضروا مجموعه من الوزراء، تقريبا في 7 وزراء مع رئيس الوزراء مع مجموعه من المهتمين، بعض الشخصيات العامه اللي احنا اصرينا انهم يكونوا متواجدين معنا في اللقاء حتى يكونوا شهود على العصر. كان اللقاء يعني بصراحه مميز جدا وطيب، والتنظيم اللي احنا ظهرنا بيه كنا طبعا عملنا كذا قعده قبل ما نحضر اللقاء، ان احنا نظمنا نفسنا ازاي هيكون الكلام. في واحد هيبقى هو الدكتور احمد كان هو اللي بيقدم المجموعه الموجوده، كل واحد تكلم على مطلب من المطالب بايجاز تقريبا في 5 دقائق، وضح النقطه بتاعته هو بيتكلم في ايه وايه ابعادها. المشكله مثلا حق العوده اتكلم على الحاج احمد واتكلم باسهاب فيها وقال ان احنا لنا حق، وده بالفعل حق اصيل، حق ارث تاريخي، وكل واحد برضه اتكلم على الجزئيه بتاعته. كان في تنظيم عالي جدا لدرجه حتى انه كثير من الوزراء اشادوا بالعمليه التنظيميه. السيد وزير الداخليه والسيد وزير العدل، اللي وزير العدل بالذات يمكن يعني انجز وابدع في رده، وشكر بصراحه المجموعه التنظيم المنظمه دي، وقال يمكن اول مره نحضر اجتماع يعني نقدر نسمع بعض ونفهم بعض. وكذلك برضه السيد وزير الري ومجموعه من الوزراء اللي اتكلموا وقالوا انه كان التنظيم عالي جدا، لدرجه اول مره حتى احنا كوزراء نتفق بنسبه 100% على هذه المطالب. اذا يعني هو في توافق من خلال الحكومه، بس نخشى انه ما تبقاش زي وعود اللي سابقه.
كلمه بحث، دراسه، الكلام ده كله بيضايق المقاومه، لان احنا سمعنا ما اكثر من 26 قرار بيبدا ببحث ودراسه والبدء. طب هو قيل بحث ودراسه على ايه؟ على اي مطلب؟ على قرار العوده. وايوه قرار العوده والبدء في انشاء هيئه عليا هتتولى عمليه اعاده توطين النوبيين في بحيره النوبه. ده شيء كويس، نتمنى. انا ملاحظ انك قلت بحيره النوبه. اي نعم، هي بحيره النوبه بالفعل. النهارده لما نقول اهرامات الجيزه فنحن نقصد الاهرامات التي تتواجد في منطقه الجيزه. تمام. فده ما يمنعش ان الاهرامات دي بتاعتنا احنا كلنا، بتاعت مصر كلها. هذه البحيره موجوده على انقاض المجتمع النوبي ورفات اجدادنا، فهي موجوده في المنطقه النوبيه. ايه المانع ان انا اسميها بحيره النوبه؟ احنا لنا كل الاحترام للسيد طبعا الزعيم جمال عبد الناصر، لا نقصد فيه اي شيء من الاهانه وكده. طب يعني بل بالعكس، النوبيين اكثر ناس احترموا عبد الناصر. تمام، دي حجه منطقيه وجميله، لكن يعني الا ترى ان مش مساله الاسم دي مساله شكليه ايضا؟ يعني ليه نتوقف عندها ونخليها مشكله؟ وايه المانع ان انا اسمي البحيره بحيره النوبه؟ ايه المانع في كده؟ يعني ايه اللي هيبقى الطرف الاخر؟ انا ما بقولش في مانع، لكن انا بقول لما اصورها كمشكله مساله الاسم وادرجها على مطالبي، هذه مساله شكليه يعني. بالضبط. هو مش لازم نحن نتوقف عندها كثيرا طبعا. المساله مساله ما هي ذات يعني بعد مهم جدا بالنسبه للنوبيين او بعد استراتيجي بالنسبه للنوبيين، انما هي زي بتدخل من ضمن الاماني للنوبيين ان هم من ضمن ما ياخذوه من حقوق ان تسمى البحيره ببحيره النوبه، وباعتبارها يعني قامت على بلاد النوبه ال 44 قريه اللي تم اغراقهم اثناء انشاء السد العالي. فالمساله مش يعني مش ذات اهميه قوي ولا تتصدر مطالبنا، لكنها من ضمن المطالب اللي ممكن تيجي متاخره. يعني النهارده انت علشان تخلد ذكرى انسان معين او شخصيه معينه في مصر بتسمي مثلا شارع باسمه او ميدان باسمه، فايه المانع ان انا اسمي برضه بحيره النوبه تخليدا لذكرى النوبه، ويعني عشان حتى اقول الناس دي فعلا ضحت وكان لهم تاريخ، ويبدا يسال الطفل او اي واحد باحث ليه سموها بحيره النوبه؟ لان دي كانت منطقه يقطنوا فيها اهل النوبه وكده، فايه المانع في كده؟ لا بس هو معروف للباحثين وللتاريخ، معروف انه هذه البحيره هي بحيره، بس للاسف المسمى بحيره ناصر، لكنها يعني انشئت في ظروف تاريخيه. هي في السودان بتسمى بحيره النوبه. في الجزء البحيره الجزء منها في السودان تسمى في هذه المنطقه دي بحيره النوبه. مش عايزين نتوقف عند المساله الشكليه دي، وزي ما قال الاستاذ عصام هي ليست شكليه بس يعني هي انت شايفها لها ابعاد ثقافيه، لان النهارده انا بقول ما هي برضه جزء من الثقافه بتاعتنا. النهارده ليه الشعب المصري كثير من المصريين النهارده بيجهلوا التاريخ النوبي؟ لان للاسف لم يدرس من خلال المناهج التربويه. ما تدرسي بيطلع النهارده الطالب ده هو بيكون هو الدكتور في المستقبل وهو المهندس والمدرس، بيكون جاهل تماما بهذه القضيه. هاجي اكلمه على النوبه وحق النوبه مش عارف هو ايه الموضوع ده، حق النوبه ليه وليهم ايه هناك. انما هو درس في المراحل الابتدائيه والاعدادي، عارف انه في تاريخ نوبي هنا، في حضاره نوبيه هنا لها 5000 سنه، هذه البحيره تسمى بحيره النوبه. يبدا تبقى عنده خلفيه انه الناس دي كانوا موجودين في المنطقه دي، ده جزء لا يتجزا من اهل مصر، ده ليهم مكان ومقر ولهم حضاره ولهم ثقافه. ربما في مراحل التعليم الاوليه ده غير موجود فعلا، لكن دارسوا التاريخ القديم والفرعوني عارفين انه حضاره النوبه دي حلقه مهمه جدا في سلسله تاريخ مصر. ولكن كان هناك ايضا تهميش مقصود من قبل وزاره التربيه والتعليم. كان مثلا كتاب اسمه عقبه بن نافع كان مقرر على طلبه الصف الرابع افتكر او حاجه زي كده، وكان في الفصل الثامن من الكتاب الاساسي بتاع كتاب عقبه بن نافع بيتكلم على فتح بلاد النوبه. في الفصل الثامن من كتاب عقبه بيتكلم على فتح بلاد النوبه، وبيقول على لسان الكاتب انها كانت من اشرس المعارك اللي خاضها اما جه بدا يفتح بلاد النوبه. تمام. واتكلم في فصل كامل على طيبه الناس ومعاملتهم كانت ازاي، وازاي بعد كده انه بالتسامح هم دخلوا الاسلام اما فهموا الاسلام بشكل صحيح جدا. نيجي نلاقي انه في الكتاب اللي قرر على طلبه السنه الرابعه اتحذف الفصل الثامن بالكامل. طب ده يعني الترجمه تقول ايه؟ ده مؤخرا؟ لا من فتره، من حوالي يمكن اكثر من 10 سنين. فطبعا تم يعني حذف الفصل الثامن بالذات من الكتاب، رغم ان الكاتب نفسه اللي فيه اشاره طيبه لاهل النوبه. بالظبط. وفيها حتى هيعرف الطالب ان هناك تاريخ وفي مجتمع اسمه مجتمع النوبي كان عايشين فين، وبعد كده السد لما جيت بنى الناس دي ضحت. تبدا تعرف الطالب ده ان هناك مجتمع نوبي ضحى عشان مصر، وله احق ان هو لو في عوده وتنميه في هذه المنطقه وله الحق